واحد فينا ما خير طريقة العمل تاع العقل نتاعو، ولهذا لازم نآمنوا باللي ربي سبحانه وتعالى خلق وفرق. أنا ملي كنت نقول باللي الإنسان في هذه الحياة راه كيما الألوان. يوم الخلق نتاعنا، نهار خلقنا ربي سبحانه وتعالى مصطفانا عز اسمه وجل كصورة تمثيلية فقط، كصورة تمثيلية فقط. كاين عدة ألوان في الحياة، وكاين ألوان اللي تقدر تكون كومباتيبل مع بعضها، وكاين ألوان اللي ما تقدرش تكون كومباتيبل مع بعضها. كاين ألوان منسجمة متناسقة، وكاين ألوان كون تخلطها مع بعضها تخرج لك صورة خامجة، ما تخرج لك تخلق لك لون ماشي مليح. كيما مثلا لو بلو سيال، زعما الأزرق الفاتح يخرج بزاف أصورتي مع الأبيض مع الأخضر الفاتح. فهمتوني أبوبري واش حاب نقول؟ تسمى في اليونيفير هذا، في الكون هذا، في الأرض هذه، في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى نقدروا نتعلموا منه. احنا العباد، احنا البني آدم اللي ربي كرمنا سبحانه الكريم بالعقل وبالوعي وبالحكمة، نقدروا نتدبروا في كل حاجة خلقها ربي سبحانه الكريم في هذه الحياة، ونحاولوا نديشيفريو منها لي ميساج اللي أحب يقولهم لنا ربي سبحانه الكريم لينا احنا البشر، اللي أمر سبحانه الكريم عز اسمه وجل الملائكة باش تسجد لنا في يوم من الأيام. أنا بيرسونالمون من الألوان تعلمت حاجة اللي هي تقول لكن حتى لون موش مليح. أول شيء نتعلموه من الألوان. الألوان راهي شغل فلسفة. الألوان راهي حاجة اللي تكزيستي في الكون، تكزيستي في الحياة. وين الدور كاين ألوان، الحياة لا تخلو من الألوان، الحياة لا تكون بدون ألوان. واش نقدروا نتعلموا من الألوان؟ واش نقدروا نتعلموا من الألوان؟ ربي سبحانه الكريم مجد كلمة اللون. أنا أي حاجة ذكرها الله في كلامه نشوفها شيء ممجد ونقدروا نتعلموا منه بزاف أمور. ربي سبحانه الكريم قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع لونها، بقرة صفراء لونها. فهمتوني؟ ثم كلمة اللون حاجة ممجدة عند الله سبحانه وتعالى عز اسمه وجل، وإحنا البشر رانا مكلفين باش ندبروا في كل الخلق نتاعو، ونحاولوا نديشيفريو لي ميساج كريبتي والرسائل المشفرة اللي راهو واضعها في كل شيء خلقه ومجده لينا احنا البشر، اللي اعطانا الوعي والعقل والحكمة باش نتعلموا ونكملوا في هذه الحياة في طريق مليحة، ماشي طريق خايبة كيما مشاو فيها بزاف الناس. أنا قلت لكم باش نعاود نرجع لكم للفكرة الأساسية، نسي نتعلم من كل حاجة خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ومن بين الأمور الجد مهمة اللي رارمون وين تلقى الناس تحكي عليها في يوتيوب ولا لي بودكاست تاع الفلسفة ولا الوعي ولا علم النفس ولا ما باليش وش هي المهم، الألوان، لي كولور قليل وين تلقى بنادم يحكي ليه. مانيش قصدي الرسامين ولا مي الفلاسفة، ما حسب علمي البسيط أنا ما رانيش هذاك الإنسان اللي يقرأ كتابات ولا ما بالش وشي، مي أنا بيرسونيلمون مازال ما تلاقيتش إنسان سقط فلسفة الإنسان على فلسفة الألوان. أنا من الألوان فهمت باللي كما قلت لكم ما كان حتى لون موش مليح، ما كان حتى لون موش مليح. الأسود لون والأبيض لون، أسود لون، أبيض لون، أخضر لون، أزرق لون، أحمر لون، وردي لون. ما كان حتى لون موش مليح. الإنسان اللي أدرج السلبية للون الأسود والإيجابية للون الأبيض. الإنسان هكا الإنسان خدمت له في راسه هكا شغل يكلاسي البلاك ضمن الأمور السلبية والأبيض ضمن الأمور الإيجابية. فهمتوني؟ الإنسان سينو في الدنيا في الكون ما كان حتى لون موش مليح، صح؟ ولكن سبحان الله كاين دي كولور سامبر ودي كولور كلار، كاين ألوان فاتحة وألوان غامقة. فهمنا؟ ألوان فاتحة وألوان غامقة. وش دخل جمال الحياة مع الإنسان مع الألوان؟ شو لك حاب تضر لنا راسنا، حاب تهبلنا ولا وشي؟
لا 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 لا. كاين دي كولور سومبر كيما كاين دي كولور سومبر وكاين دي كولور كلار. كاين دي كولور ما يتفاهموش مع دي كولور، وكاين دي كولور يتفاهموا مع دي كولور. إبن كاين أرواح ما تتفاهمش مع أرواح، وكاين عقول ما تتفاهمش مع عقول، وكاين ناس تتفاهم مع ناس، وكاين ناس ما تتفاهمش مع ناس. كيما ما نقدروش نماريو دو كولور زوج ألوان، ما نقدروش نماريو زوج ألوان ممش تاع بعضاهم. ما نقدروش نلاقيو زوج ناس ممش تاع بعضاهم ونقولوا لهم اسكنوا تحت فرد سقف، تحت فرد دار، في فرد دار تحت فرد سقف، وزيدوا جيبوا ولاد وربيوهم وكبروهم. شغل 1000 دار 1000 سقف راهو مبني على زوج عقول مش متناسقة. كيما جامي يتناسقوا زوج ألوان ما راحش يتناسقوا. شغل كاين حاجة في الدنيا هذه يقولوا لها الانسجام، كاين حاجة يقولوا لها التناسق، كاين حاجة يقولوا لها التفاهم. فهمتوني؟ ما كانش كيفاش سماك شغل نخرجوا من فكرة انه الانسان ما كانش امور ما يتفاهمش معها في هذه الحياة. فهمتوني؟ هذه هي ما كاين بزاف ناس مش تاع بعضهم باش يديروا شركة، كاين بزاف ناس مش تاع بعضهم باش يأسسوا مؤسسة. وما كان حتى مؤسسة مهمة كالعائلة. العائلة راهي مؤسسة فيها جيرون اللي هو الأب اللي هو رب البيت، وكيف فيها مرأة اللي عندها كيما نقولوا تكاليف مكلفة بهم، والراجل عنده تكاليف مكلف بهم، وغدوة الأولاد راح يكبروا وعندهم تكاليف مكلفين بهم. سمى الدار راهي شركة، العائلة راهي شركة. فهمتوني؟ ويصير فيها كيما نقولوا تحديات وطيحات ونوضات. سبحان الله يا ربي الكريم، ماشي لازم أي زوج يأسسوا هذه الشركة، ماشي أي زوج لازم يتحطوا تحت فرد سقف. سبحان الله. في عالم الرسم والألوان كاين ألوان ما تتفاهمش مع بعضها، وفي عالم العباد عياو العباد يفهموا باللي كاين عباد وعقليات ما يتفاهموش مع بعضهم. احنا رانا عباد، احنا رانا عبارة عن عقول لا واعية مبرمجة بزاف. كل واحد فينا وش من بيئة خرج منها، كل واحد فينا وش من عائلة كبر فيها، كل واحد فينا وش من برمجة، كل واحد فينا وش من ايكول خرج منها وقرا. نحكي على ليكول دو لا في كما يقولوا، مدرسة الحياة، مانيش نحكي على الجامعات. استغفر الله يا ربي، اقسم بالله انايا وجيت هكا كاش رئيس ولا نفرمي الجامعات هذو اللي راهم يمجدوا فيهم جامعة، فرمي الجامعة وراح تقرا في الحياة. فهمتوني؟ شغل كيفاش يا عجبت ربي في علم الألوان أنا متفاهمين والعباد متفاهمة ومتقبلة فكرة أنه كاين ألوان ما تتناسبش وما تتناسقش، وكون تسيي تفورسي كما نقولوا لو ديستان، تسيي تفورسي المكتوب بالسيف. ربي كتب أنه هذه الألوان لا تتناسق مع بعضها البعض. كيفاش يا عجبت ربي تحكم الخضر تخلطه بالأحمر، ماشي كيما تحكم الأصفر تلوح له شوية أحمر يخرج الأورانج. فهمتني؟ سبحان الله. كاين ألوان كي تحطها مع بعضها سبحان الله يا ربي العزيز تخرج لك شيء جميل، شغل تشوفوا العين يتمتع به العقل. وكاين ألوان كنت تسيي برك غير تخلطهم شوية برك مع بعضهم، غير تحطهم قدام بعضهم، ما تبداش تسيي تخلق الانسجام هذاك اللي امبوسيبل تخلق، وتشوف حاجة ماشي مليحة، حاجة موش، العقل نتاعك ما تعجبوش. سماك شغل علاش راكم دايرين في بالكم باللي هيه صح كاين ألوان متناسقة وكاين ألوان ماشي متناسقة، وعيتوا ديروا في بالكم باللي ماشي أي روح تتناسق مع روح، وماشي أي عقل ينسجم مع عقل. يا سبحان الله. عبك بزاف معايا راهي غلطة، مانيش حاب نخلي القصرة هذه مبنية على اسم الزواج. لا لا لا، مانيش نحكي على الزواج. احنا ربي سبحانه وتعالى وش قالنا في القرآن الكريم؟ ديجا لازم نهربوا لربي، رانا هاربين من ربي، لازم نهربوا لربي. افهموا، رانا هربنا من ربي، عليها تلفت، عليها صعابت وتقلبت وتخلطت.
دوكا لازم نعاودو نهربو لله، قد ما هربنا منه لازم نهربو ليه. فهمتوني؟ هذه هي أخوتي الأعزاز. ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قالنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سماك شغل ما يقدرش الإنسان زعما البني آدم هذو، البني آدم اللي راهم في الكرة الأرضية ما يقدرش كل واحد فيهم يعيش وحده، لازم يكون تجانس، لازم يكون تزاوج، لازم يكون شراكة، لازم تلتقي العباد، لازم تتعرف العباد. ثم التلاقي وكما نقولوا بناء المؤسسات وبناء الشركات وبناء كما نقولوا لي فوايي، بناء البيوت والعائلات مبني على التقاء العباد. وكي نقولوا التقاء العباد شغل باش نشوفوا في الظهر نتاعنا هكا حنا واش نشوفوا، والعين نتاعنا ماذا ترى زوج عباد تلاقاو، 4 عباد تلاقاو داروا شركة، راجل ومرأة تلاقاو داروا دار، هذا واش نشوفوا في العين هكا، العين مجرد هذا واش تشوف. مي كي نشوفوا من منظور آخر أعمق على واش راهي تشوف العين، ونشوفوا بوعي أعلى على واش راهي ساير الناس تشوف، نلقاو باللي ماشي زوج عباد تلاقاو، زوج عقول تلاقاو، زوج أرواح تلاقاو، زوج ماضي تلاقاو، ماضيين